أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. إذا كما قرأتم في العنوان، اليوم جيت نقدم واحد الدرس غادي يكون شي شوية قاصح للكبرانات الجزائرية المتربصين بالوحدة الترابية للمغرب، وأوضح لإخواننا الجزائريين مدى خبث هذه الكبرانات الجزائرية الذين يحاولون دائما التربص بالوحدة الترابية المغربية. إذن فيعني ننطلق من مجموعة من المسلمات التي لدينا كمغاربة. المسلمة الأولى هو أن النظام الكبرناتي كيتفلى على الشعب الجزائري وكيقول له أن المغرب عدو كلاسيكي أو عدو وهمي إلى غير ذلك. ولكن كنلقاو العكس، أن المغرب ما عمره هاجم الجزائريين وما عمره هاجم كذلك حتى النظام ما عمره هاجمه. إذا ما كنحاولوش أننا نخلقوا الفتنة داخل الجزائر أو نحاولوا نفرقوا بين الإخوان الجزائريين، ولكن يعني النظام رسمي. أما أنا شخصيا صراحة أنا أؤيد جمهورية القبائل وأريد أن أستقل، يعني أن تستقل هي يعني جمهورية القبائل، أريد أن تستقل وأسعى لذلك، وسوف أنا سأكون سعيدا إذا استقلت منطقة القبائل. لماذا؟ يعني أنا جاي لكم الموضوع. إذن فيعني النظام المغربي هو نظام يعني متماسك، يعني ليس شعب ونظام ولكن يعني واحد، الشعب والنظام واحد والملك والشعب واحد. المملكة المغربية لها سيادتها ولها قراراتها، يعني يمكن يعني أن تأخذ قراراتها كيفما شاءت وفي أي موضوع كيف يعني ما كان نوعه، تطبع مع من تشاء، تربط علاقتها مع من تشاء، يعني وتعمل كل شيء يعني تريده. أما نعتنا بإرسال المغربيات إلى الخليج أو هذا يعني وهذه الأسطوانة والبشكليت ومليليا إلى غير ذلك، فهذه أسطوانة يعني كيعاودوها الفاشلين والأسلام ديال النظام الكبرناتي. أنا جاي لكم يعني أي حاجة غادي ندققوا فيها وغادي نقولوها بالتفاصيل ديالها. إذن فاللي كنستغربوا فيه هو كيفاش الشعب الجزائري كيتيق الأكاذيب ديال هذا النظام هذا، كيفاش كيوهموكم أن الماتش غادي يتعاود، كيفاش كيوهموكم أن يعني غادي تصنع عندكم فياط، غادي تصنع السيارة ديال الفياط. هذه مجرد أكاذيب ولا صحة لها، يعني ولا أساس لها من الصحة، فقط يريدون يعني الترويج وغادي يحاولوا باش يكالميو الشعب الجزائري من الغليان. تم المنع ديال مجموعة ديال الناس في لقاءات متعددة أنهم باش يديروا التجمهر خوفا من عودة الحراك إلى الشارع. فيعني نسعى إلى عودة الحراك إلى الشارع كي تستقل الدولة الجزائرية ويستقل الشعب الجزائري من النظام الطاغوت الكبرناتي. هذه من نقطة واحدة أخرى، يعني هناك خرافات عديدة يرتكبها النظام ديال الكبرنات يعني في وجه يعني وفي قلقلة رأس الإخوان الجزائريين، وحنا كمغاربة يعني ما عمر كنثقوا هذا الشيء وكنعرفوا يعني داك الشيء مسرحيات هزيلة وليست هزلية يعني ضعيفة جدا ولا مستوى لها، لأنه السياسة ديال المغرب هي سياسة مرتكزة على الوضوح وعلى الأسس والقواعد المتينة. إذن فيعني مجموعة من الرسائل ربما التي سوف يعني أرسلها لحضراتكم مباشرة من هذا يعني بهذا المقطع عفوا. فيعني كما قلت في الأول سوف يعني نوضح لإخواننا أن المغرب ليس عدوا لأي دولة، ويعني دائما يسعى لربط علاقات أخوية يعني واستعادتها مع الجميع سواء تونس أو الجزائر إلى غير ذلك. ولكن الكبرنات الجزائرية ما عندهاش الربح في هذا الشيء، لأنه دائما كتوهم الشعب الجزائري أن المغرب عدو ديالو، راه كتصرف فلوس على الأسلحة وإلى غير ذلك، ولكن راه الجنرالات كيديروا الثروة من الشعب الجزائري، من فلوس من أموال الشعب، وما كيديروا حتى حاجة وما كاين لا هجومات لا والو. بالعكس راه الجزائر هي اللي كتهاجم المغرب عن طريق إيران، عن طريق الفاغنر، عن طريق مجموعة من المرتزقة وكذلك مرتزقة البوليساريو هكذا. وعفوا وأعتذر على هذا الكلام هذا. إذن ولكن اللحم ديال المغرب راه مسموم
كما فات لي قلت لكم في واحد الفيديو، الا كنتو رجال صيفطوا غير شي صاروخ ديال 10 ديروه تجربه ودخلوه للمغرب. الا ما محيناش الجزائر وقسمناها دويلات فنحن ماشي مغاربه. اذا لنا في تاريخ دروس وعبار، كلشي غادي يرجع لحرب الرمال وغادي يعرف يعني ما مدى قوه المغرب ويعني وكيفاش كيشوف الامور. اذا فالدفاع على الوحده الترابيه امر يعني حسمناه منذ القدم، ولا شيء اسمه البوليزاريو. ونطلب من الحكومه يعني ومن السلطات العليا في المغرب ان تسحب ما يسمى بتقرير المصير، يعني ماشي تقرير المصير ولكن يعني بالحكم الذاتي. لا يوجد هناك حكم ذاتي، هناك صحراء مغربيه وهناك يعني الوسط والشمال. اذا لن نقبل، يعني انا كمواطن مغربي لن اقبل بشيء اسمه الحكم الذاتي، يعني وارفضه رفضا تاما. ان يعني اللي بغى المغرب يدخلوا مرحبا يعني بحال ايها المواطنين. اللي ما بغاش المغرب يعني يمشي يشوف فين غادي يعيش، لان الوحده الترابيه ما فيهاش هذا صحراوي هذا اطلسي وهذا شمالي، ففيه انسان مغربي تحت رايه واحده. اذا فيعني كانت هذه مجمل الرساله اللي بغيت نوصل. وكما قلت لكم يعني نعيدكم بلغه النار والحديد، يعني الى يعني حاولتوا تمسوا بالوحده الترابيه، اذا فسيكون الرد حازم وحازم جدا. تهلاو في روحكم في حلقه اخرى.